فتاة عندها 21 سنة بس بقلب حجر وتفكير شياطين. انا مش عارف الناس ديت بيجيلها الافكار المرعبة والوحشية دي كلها منين، ومش عارف كمان ايه القلب اللي يخليهم يعملوا كده. مفيش رحمة، مفيش انسانية، مفيش دين. حرفيا كل اللي بنسمعه عن الدارك ويب بقى بيحصل داخل البيوت المصرية. لما طفلة ملاك زي القمر وكمان اسمها قمر حياتها تنتهي بالشكل ده، يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما نعرف قصة قمر عاوزين نحضر الطقوس بتاعتنا، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. قمر بنت زي الملاك، عندها 10 سنين وكانت عايشة مع أبوها وأمها، أسرة عادية جدا دنيتهم حلوة، وبنت تبارك الرحمن بشهادة كل الناس اللي يعرفوها أو قرايبها أو حتى الجيران إنها حتة بنت زي الملاك. وزي معظم البيوت بيحصل مشاكل بين الأب والأم، بس المشاكل اللي حصلت بين أبو قمر وأمها وصلت للانفصال. وقتها أبو قمر قرر إنه هيتجوز واحدة تانية وهياخد قمر تعيش معاه. ميار بنت عندها 21 سنة، يعني المفروض انها تكون حنينه على بنت زوجها وتحبها والكلام ده، علشان طبعا فرق السن بينهم قريب جدا. احنا مثلا كرجاله ممكن تلاقي شاب عنده 17 18 سنه مصاحب واحد عنده 35 و40 سنه عادي جدا، انما واحد عندها 21 سنه تغير من بنت عندها 10 سنين وكمان تبقى بنت جوزها. تفهم ايه الطفله اللي عندها 10 سنين دي؟ كانت لسه يا دوبك حته ورده بتفتح، لسه ما شافتش الدنيا. بنت وهي لسه صغيره اتحملت انها تروح تعيش مع واحده غير امها، واحده لا تعرف دين ولا تعرف رحمة ولا تعرف إنسانية. إيه اللي حصل؟ علشان ما طولش عليكم، ميار كانت بتعامل قمر بطريقة صعبة جدا. طول الوقت كانت بتضربها وتعذبها لدرجة إن الجيران كانوا بيسمعوا صوت الضرب والإهانة اللي بيحصل للطفل قمر كل يوم. قمر كانت قريبة من جدتها وكانت بتحبها جدا، وكانت دايما تروح تشتكي لها على اللي ميار بتعمله فيها. وجدتها فعلا كانت بتقول لأبوها، بس أبوها ما كانش بيصدق كلامها، ولأن مراته كانت دايما بتقول له إنها بتهزر وتلعب معاه. وبصراحة والد قمر كان بيحب قمر جدا، بس ما كانش بيصدق ان مراته ممكن تضربها او تعذبها والكلام ده كله. واللي كان برضه بيحب قمر جدا عم قمر ومراته. المهم فضلت مستحمله كل الاهانه ديت لغايه ما جدتها توفت. تخيل بقى كل اللي كان بيحصل ده في وجود جدتها، ما بالك بقى لما تبقى عايشه مع ميار لوحده؟ ايه اللي هيحصل؟ حرفيا ضرب واهانه وتعذيب من ميار للطفله قمر. ده كمان كانت بتهددها اللي هي هتموتها. ولما قمر كانت بتنزل تشتكي لعمها كان بيصدقها طبعا، لانه بنفسه كان بيسمع صوت الضرب والاهانه كل يوم. ولما اخوه كان بيرجع من الشغل كان بيحاول يوم والتاني انه يقابله ويكلمه على اللي بيحصل، مع انهم عايشين في بيت واحد بس كل واحد مستقل بشقته. وده طبعا كان راي المدام ميار، لانها كانت عايزه تعيش لوحدها بعيد عن بيت العيله علشان اللي جوزها يجيبه يبقى ليها هي وبس. المهم عم البنت كل ما يتكلم مع اخوه ما كانش بيصدقه، وكان فاكر انه عاوز يخرب بيته، ما يعرفش اصلا ان بيته خربان، بس هو مصمم انه ما يصدقش. بيقول لك في مره ميار خدت قمر وراحوا عند محطة القطر وقطعت لها تذكرة وسابتها في القطر ومشيت. وقبل كده أخدتها ودتها عند القطر عشان تخليها تطفش تركبها القطر، وراحت مركبها القطر وقالت لها اركبي واقطعي تذكرة وامشي. قالت له ده هي اللي مشت. ولولا راجل كبير جوه القطر شاف البنت بتعيط في جنب لوحدها، راح سألها على اسمها وبالفعل طلع يعرف ابوها. لغايه في يوم من الايام عم البنت طلب من ابوها انها تروح تعيش معاه هو وزوجته، وبالفعل وافقوا وعاشت معاهم 4 شهور. حرفيا كل اللي كانت بتطلبه من عمها كان بيحققه لها وكان بيجيبه لها، وكانت عايشه حياتها مبسوطه اكتر من الاول بكتير. في يوم من الايام كانت قاعده بتتكلم مع عمها، وفجاه قالت له ان جدتها جات لها في الحلم وقالت لها انا ما متش يا قمر وانتي وحشتيني قوي وعاوزاكي تزوريني. بس عمها ما خدش باله من الكلام، او بمعنى اصح خد الكلام بمحمل الهزار وعدى اليوم. وبعدها بكام يوم قمر طلعت عشان تجيب العيش لعمها من الفرن زي ما هما متعودين كل يوم، بس المره دي اتاخرت قوي. عمها اتصل بمراته وقال لها هو ليه الفطار اتاخر لغايه دلوقتي؟ قالت له قمر راحت تجيب العيش من الفرن من بدري ولغايه دلوقتي لسه ما رجعتش. عمها قلق جدا وراح جري على الفرن علشان يشوف قمر ويسال عليها، فيتفاجئ ان كل الناس بيقولوا له ان هي فعلا كانت هنا بس اخدت العيش من بدري ومشيت. والخوف اللي جواه يكتر ويزيد، فيقرر انه يرن على اسلام ابن اخته، واسلام ده كان عايش معاهم في نفس البيت. اسلام فضل ينادي في البيت كله بصوت عالي على قمر بس برضه مش موجوده. في الوقت ده عمها بسرعه جدا يكون وصل البيت، بس وهو طالع على السلم لاحظ ان كيس العيش موجود قدام شقته. استغرب وقال لنفسه ممكن تكون طلعت عند ميار. وهو طالع على السلم على اول بسطه بين شقته وشقه اخوه يلاقي الصدمه، وردة شبابها الملاك البريء
مرميه على السلم وحرفيا يعتبر متقطع. المشهد كان صعب جدا لدرجه انه كان بينادي على اسلام ابن اخته وهو بيعيط، وفي ثانيه اسلام كان قدامه، ومن صعوبه المنظر وقف متسمر مكانه ما قدرش يتحرك ولا يقول ولا كلمه. بس عمال لاحظ ان في خط دم نازل من على السلم، فضل ماشي وراه لغايه ما اتفاجئ ان خط الدم ده داخل على شقه اخوه، الشقه اللي فيها ميار. فيخبط جامد عليها وتفتح الباب وتعمل نفسها ان هي نايمه، فيقول لها انت اللي عملتي كده. ما كانش بيسالها، ده كان بيتهمها اتهام مباشر. هي طبعا فضلت ساكته وما قالتش ولا كلمه، واول ما شافت البنت طلعت تجري عليها وبتحضنها وتصرخ بصوت عالي وتقول دي اكيد بشر، بسبب طبعا الشكل اللي كانت فيه. بسرعه اسلام بلغ الشرطه، وصلوا وعملوا حواجز حوالين البيت، ولما دخلوا البيت يسالوا هل انتوا شاكين في حد، فورا عمها قال لهم ميار اللي عملت كده. الضابط قال له عندك سبب لشكك ده؟ قال له يا باشا انا مش شاكك، فعلا ميار هي اللي عملت كده. ولما سالوا تاني ايه السبب اللي يخليك تقول كده يعني، عمها حكاله عن كل حاجه. وطبعا ميار فضلت تنكر كل الكلام ده لغايه ما دخلوا بالعافيه شقه ميار، لانها كانت بتمنعهم انهم يدخلوا. واول ما دخلوا شافوا الدم الموجود داخل الشقه، دخلوا الحمام شافوا بطاطين غرقانه بالدم. ولما خدوها حققوا معاها فضلت تنكر في الاول، بس مع الضغط اعترفت بكل حاجه. قالت انها جابت بطاطين وفرشتها علشان تمتص الدم، وقالت كمان انها جابت اكياس من بتاعه الزباله كتيره جدا علشان بعد ما تخلص تقطعها وتعبيها في الاكياس وترميها، يعني مرتبه لكل حاجه. والاوسخ من كده كمان انها عملت كده قدام ابنها الصغير، بس لما دخلت تجيب السكينه علشان تقطع بيها السكينه ما كانتش حاميه، فيادوب قدرت تطلع احشائها بره بطنها، وبدات تلبس في ايديها علشان تفصل العظم، بس ما عرفتش. ولما سمعت الصوت قررت انها تغسل الحاجات دي بسرعه وتشيل كل ده، بس في الوقت ده تتفاجئ ان الميه قطعه والكارت فاصل، فتقرر انها تنزل ترميها على السلم علشان اي حد يلبس القضيه. حتى جوزها لما عرف وسمع الكلام ما كانش مصدق ان كل ده حصل، كان مستغرب ازاي مراته عملت كل ده. فضلت تقول له افتكر لي اي حاجه حلوه، على اساس يعني ان في حاجه ممكن تعوض حته الورده اللي راحت ديت. لا وكمان كان في دليل غريب شويه، الراجل ده كان عنده طفل صغير من ميار، لما كان بيشوف ابوه فرخه او حاجه او يشوف دم كان بيروح يقول لابوه والولد ده راح جنب ابوه وقال له قمر علشان الراجل استغرب ان هي عملت كمان الجريمه ديت قدام ابنه. كل الناس والجيران اعترفوا بكل الضرب والاهانه اللي كانوا بيسمعوها اتجاه الطفل قمر. وبعد جلسه المحكمه تم الحكم في القضيه بسرعه جدا باحاله اوراق ميار لمفتي الجمهوريه علشان يقرر ميعاد الاعدام. عملت ايه الطفل قمر في حياتها علشان يحصل لها كل ده؟ اقسم بالله انا لما قررت اكتب في القصه ديت واتكلم عنها انا كنت بعيط على البنت دي من غير اصلا ما اعرفها، لان الواحد الطبيعي عنده دم وعنده مشاعر وعنده احساس وعنده حنيه بالناس. كفايه في القصه لحد كده، تصبحوا على خير.